خرج لأجله أصبر. في 20 من فبراير. أنت تنوب عن الشعب المغربي؟ أنا أسأل. لا أنت تسأل أنا وتجيب، حتى أنا وتجيب. جاوبني. أنا غنقول لك. فيجب أن تفهم أنه جلالة الملك لما خطب في 9 مارس يعني كما قلت يعني امتص الغضب الأصلي. امتص الغضب الأصلي واستجاب لكافة ما طالبت به الحركات الإصلاحية السياسية، لأن المغرب إذا كنت ترى أن المغرب لم يخرج في 20 فبراير كله بكثافة فلأن عنده أحزاب حقيقية. ما كل الأحزاب حقيقية ولكن عنده أحزاب حقيقية. فين الأحزاب الحقيقية كلها بتتصارع على السلطة وأحزاب كرتونية وهشة؟ ليست كرتونية، هذا غير صحيح، ما تقوله غير صحيح. والنزاعات والخلافات التي تقع في الأحزاب هذا شيء طبيعي، وقدرتها على لملمة مشاكلها واستمرار من جديد هذا لا يتبدل ولا يتغير وكان موجود في تاريخنا دائما. ولكن المهم عندنا أن هذه الأحزاب لو خرجت في 20 فبراير لم تخرج، ومن بينها حزبنا لم يخرج في 20 فبراير. المجتمع أنا سأقول لك إذا تنوب عن 20 فبراير أنا أنوب عن الشعوب. لا تنوب عن الشعوب. لا أنت مجرد صحفي في قناة. لا اسمعني. لا إذا كان عندك تفويض خرجه. الصحفي الحر النزيه المستقل هو الذي يعبر عن الناس، هو الذي يعبر عن الناس. لا تثني على نفسك. لا أثني على نفسي. تدعي أنك حر ونزيه. أنت الآن أنا أعبر عن الناس. أنت الآن في امتحان وتمر في الامتحان إلى أن تلقى الله وأنت تمر في الامتحان. أنا أعبر عن الناس مش أنت تعبر عن الناس. خلي الناس هذا مهنة الإعلامي ليست مهنتي الشخصية، مهنة كل إعلامي وكل صحفي أن يعبر عن الناس. يجب أن تستوعب. أنا لذلك أسألك. يجب أن تكون أمينا. ما هي عدم الأمانة في عدم طرح السؤال؟ لا أنا عملي أن أطرح السؤال وأنت تجيب. أنا أجيب. طيب هذا عملي أن أطرح السؤال الذي أريد بالشكل الذي أريد. أنت تطرح السؤال الذي أريد وأنا أجيب الجواب الذي أريد. يا سلام عليك، هذا هو الكلام. يا سلام عليك وعليا. كان محمد المقريف من